عك في نص الملعب. هو بس انا هتكلم على بزيرة، الراجل اللي هو بيتضرب من كل الفرق اللي بيلعبها. اي فرقه بتلعب الزمالك بتمسك بزيرة بتموته من الضرب. طب لغايه امتى الراجل ده؟ يعني في واحده النهارده حسن علي دخل فيه خد انذار، بس ده انت ممكن تموته يعني. في اتنين العش دخل فيهم عليه وما خدش فيهم انذار. فالامتى بقى لامتى الراجل دوت هتدوله الحمايه بتاعته؟ برضو عايز اتكلم على في نغمه كده في التعليق، كل واحد جاله سكريبت ان ايه لازم يفطس في بزيرة. لا اصل بيحتفظ بالكرة كتير، لا مستواه نزل، لا ده هو مش مفيد، لا ده ما بيجيبش جوان، ولا اصل هو لو كان جاب جوان ما كانش جه الدوري. يا عم جه فلتة، انت مالك؟ يا عم جه عاجب جماهير الزمالك، انت مالك؟ ما بتقولوش كده ليه في الناحية التانية؟ ولا بتخافوا؟ عارفين ليه؟ عشان ان انت همد لمصلحة ده، وده مش شايف ولا قادر. طب هنعمل لكم ايه؟ هنعمل لكم ايه؟ جمهور الزمالك عاجبه الراجل ده، يرقص تتقطع منه، ما يجيبش جوان، يضيع جوان، على قلبهم زي العسل. على الاقل نساهم الراجل اللي كان بيضحك عليهم. هم دلوقتي بيشوفوا واحد بيقف على الكوره ويرقص وبيعدي وبيعمل جون وبيجيب جون وبيجيب ضربه جزاء وبيعمل كروسات. فالنغمه دي يا ريت تختفي، عشان بس ايه ما تبقاش لصالح ناس على حساب ناس، وبتضيع مجهود ناس. يعني بتضيعوا مجهود بزيرة، الراجل اللي هو اصلا جه غلط الدوري ده. والله العظيم والله العظيم لو في ناس فعلا بتوع كوره، الراجل ده يلعب في احسن الدوريات، لان مفتاح لعب عظيم. زي الراجل اللي اسمه مادو بتاع كوت ديفوار، زيه كده. ان هو لو ما هو بيعمل الكلام ده، هو ده نفس الكلام ونفس الستايل، بل ده كمان احرف كمان ومتكوك كده وحاجه زي الفل. مارادونا وهو صغير. عامل لكم قلق صح؟ على العموم مباراه غير ممتعه، مباراه ضعيفه فنيا، واحنا بصراحه ضيعنا ساعه ونص كده من عمرنا في مباراه لا تستحق المشاهده.